ما هو الإيمان؟ أعظم وأبسط تعريف قيل عن الإيمان قالوا معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 11:1، كلكم حافظين: أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. لاحظوا التعريف ده في حاجتين مش حاجة واحدة، كلمة الثقة وكلمة الإيقان. كلمة الثقة كلمة فيها مشاعر، أقول لك أنا واثق فيك، تحاول تقنعني بحاجة أقول لك لا أنا واثق فيك، خلاص مش محتاجة إقناع، فتبقى مشاعر. أما كلمة الإيقان فيها معلومات، أنا متأكد إن أنا دلوقتي في كنيسة ماري جرجس سبورتنج، دي معلومة. فالإيمان حاجتين: مشاعر وعقائد، علاقة مع الله، وإيمانيات نكون فاهمينها متيقنين منها حتى لو كانت لا ترى، لأن ما يرى ما يبقاش إيمان. فاكرين لما المسيح قال لتوما: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. الإيمان إيقان بأمور لا ترى. فإحنا تعالوا نمسك كل كلمة من دول، كلمة الثقة وبعدين كلمة الإيقان. كلمة الثقة يقول ربنا في رسالة العبرانيين، ده بولس الرسول واخدها اقتباس من العهد القديم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك حتى أننا نقول إيه؟ واثقين، أدي الثقة، الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. لما أقول عندي إيمان يبقى عندي ثقة في حضور الله في حياتي، ولو ما كانش ده موجود يبقى كيف يكون هناك إيمان؟ الله حاضر في حياتي، يسندني ويحميني ويرشدني. ويقول برضو معلمنا يوحنا في الرسالة الأولى: هذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. دي ثقة، أنا واثق أن الله موجود حاضر في حياتي ويستجيب ويسندني، وكل ما هو مكتوب في الكتاب المقدس هو خبرة الناس مع ربنا طول السنين من أيام آدم. هذه الخبرة تبقى بالنسبة لنا نور ينور الطريق. أقول له: يا رب زي ما كنت مع داود، زي ما كنت مع إيليا، زي ما كنت مع موسى. هو نفس ربنا قال كده ليشوع: كما كنت مع موسى أكون معك، لا يقف إنسان في وجهك. عشان كده إحنا نبقى عندنا هذه الثقة. ويقول معلمنا يوحنا أيضا: بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين. إيه يوم الدين؟ يوم الدينونة. يكون لنا ثقة في يوم الدينونة. تخيل واحد واقف قدام قاضي وهو عارف انه بريء، بس عمال يقول: يا رب استر، يا رب استر، يا رب استر. ما يكونش القاضي مش فاهم الموضوع ومنحاز او اي حاجة، لكن تخيل انت واقف قدام ربنا يوم الدين وفي ثقة، لأنه كما هو في العالم هكذا نحن أيضا لينا ثقة في ربنا. أول بند في فهم الإيمان أن يكون لنا علاقة مع الله، تخلي فيه ثقة. الجزء الثاني هو اليقين. يقول لك: الإيقان بأمور لا ترى. يعني احنا متأكدين ان الله موجود بس احنا مش شايفينه، متأكدين ان الله ثالوث، متأكدين ان الابن تجسد، متأكدين ان على المذبح جسد حقيقي ودم حقيقي لربنا يسوع المسيح. ده يقين. هذا اليقين طبعا واخدينه بسبب ان الله فينا. عشان كده الجانبين بتوع الإيمان يغذوا بعض. لو أنا بدخل في المخدع أقعد مع المسيح وفي حوار وفي عشرة وفي خبرة، هتخلي الإيمان بتاعي مظبوط. لكن كمان لو أنا إيماني مظبوط هيخليني أعرف أعمل علاقة حلوة مع المسيح. الاتنين يغذوا بعض. عشان كده يقول معلمنا بولس في رسالة كولوسي: لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى
يقين الفهم. أنا مش عارف بولس الرسول بينقي الكلمات إزاي. لكل غنى يقين الفهم، يعني أنا فاهم ربنا عايز يقول إيه ومتأكد من صحة هذا الكلام والمعلومة اللي عندنا بغنى مش بشح، لمعرفة سر الله الآب والمسيح المذخر في جميع كنوز الحكمة والعلم. المسيح نفسه مذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. عشان كده زي ما بنقعد مع ناس حكماء نمتلئ حكمة، عندما نتحد بالمسيح ونقضي وقت طويل معاه نمتلئ بكل كنوز الحكمة والعلم. خلي بالك الجزء الأخير من الآية دي اللي هي بقى بيحذرنا من الإيمان برياء. أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام ملق. يعني إيه ملق؟ يتملقه. ما هو التملق ده هو الرياء، إن واحد يتملقني بكلام عشان يخدعني ويغير إيماني. يقول لا أنا مش همشي في السكك دي. بولس الرسول قال خلي بالكم، لازم قلوبنا تبقى مقترنة في المحبة لكل غنى. يعني مقترنة دي زي الزواج، قلبي مرتبط باقتران بكل غنى يقين الفهم وأنا بحبه. ما يبقاش الواحد قاري عن ربنا كتب لاهوت وهو مش بيقعد معاه، أو بقعد معاه وأنا مش فاهمه أصلا. فلازم الاثنين مع بعض، تقترن قلوبنا بالمحبة لكل غنى يقين الفهم. الإيمان المسيحي ميزته إن هو قابل للشرح وقابل للفهم، ولا يوجد حاجة في إيمان الكنيسة نقول لك هي كده وما تفكرش كتير لحسن تكفر. ما فيش حاجة في إيمان الكنيسة يقول لك هي كده وما تسألش. لكن ذات نفس المسيح كان يحاور الناس ويجاوبهم على أسئلتهم، والكنيسة قامت على هذا الحوار والتعليم. حتى لما طلع في تاريخ الكنيسة ناس يخترعوا ويألفوا ويلخبطوا في الإيمان، الكنيسة عملت معاهم مجمع. مجمع يعني إيه؟ مناقشة. هو تفكروا المجمع معمول علشان يحكم على الناس، ده عشان يناقش. طب ليه ما يكونش واحد لواحد؟ عشان ما يبقاش الفكرة بتاعت واحد، لكن فكرة إيه؟ كنيسة تبقى مجمع. عشان كده كله في غنى يقين الفهم عشان نعرف سر الله الآب والمسيح. طب إيه رأيكم أنتوا سر الله الآب والمسيح دوت ممكن يتفهم؟ بصوا، احنا بنقول له يا رب أنت غير مفحوص، غير مدرك، غير محوي، غير محدود. فكيف العقل البشري يستوعب أمور بتاع حد غير مفحوص وغير مدرك وغير محوي وغير. عشان كده زمان القديس العظيم أغسطينوس قال عبارة جميلة، قال الله سر لا ينتهي الإنسان من فهمه. يعني بنفهمه ولا لأ؟ انتوا قلتوا بس كمان لسه هيظل سر وبنفهمه، ولا ينتهي الإنسان من فهمه. ليه؟ عشان غير محدود. السيد المسيح نفسه قال كده للآب ليلة آلامه، هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني كأن عايز يقول اللي عايز يعرف ربنا ممكن ياخد كورس لمدة الأبدية. هتاخد كورس، أي كورس بناخده يقول لك ده مثلا 48 ساعة، ده 72 ساعة، ده 150 ساعة. طب الكورس اللي هناخده عشان نعرف ربنا قد إيه؟ ما لا نهاية، لأن هو ما لا نهاية. ومع ذلك هو بيعطينا أن نعرف سره. عارفين مين أكتر ناس تعرف سره؟ الناس البسطاء. المسيح في مرة قال كده للآب، أشكرك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لمين؟ طب إيه الأطفال الصغار يقصد السن؟ لا، البساطة. ومش في المخ، لأن واحد لو مخه طفل يبقى عنده تأخر عقل يعني.
مش معقول يكون ربنا يعرف بس للأطفال بالمعنى ده، لكن يقصد بيها الطفل يعني الإنسان البسيط المتواضع اللي هو يقبل التعليم، اللي مش بيقاوح. عارفين الطفل الصغير لما بنيجي نعلمه في البيت تقولي له دي تفاحة، حافظ انها اسمها تفاحة، مش بيقاوح. دي برتقانة، خلاص دي برتقانة، ده لونه اورنج، ده لونه ريد، ده لونه جرين، هو خلاص لقط الكلمات من غير ما اوحى. فربنا عايزنا نرجع زي الأطفال، إن لما المسيح يتكلم نقول له يا رب إحنا كده فهمنا منك، مش نقاوح معاه. عشان كده قال إن سره يعلن للأطفال الصغار. وفي نص تاني يقول لك سر الله لمين؟ خائفيه، ولهم يعلن عهده. المشكلة بقى يخدعكم أحد بكلام ملق. الخادع دوت بيبقى عنده مهارة وعنده ذكاء وعنده معرفة يقدر يغش بيها الناس، فيصير الإيمان فيه نوع من الغش والرياء. عشان كده يقول برضو في عبرانيين لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. إيه الماء النقي ده؟ معمودية. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. هو ده اللي مخلينا متيقنين، لأن الذي وعد هو أمين. وبعدين يقول معلمنا بولس تلميذه تيموثاوس: أما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت. وصية مهمة. طبعا لو فتحنا في الوصايا اللي قالها بولس عن ثباتنا في الإيمان مش هنخلص، بس أنا عايز أرجع أرصص الفكرة. التعريف بتاع الإيمان: الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. أخذنا على الثقة دي كم كلمة، وعلى كلمة الإيقان كم كلمة. أنا لازم أقيس نفسي، هل أنا عندي ثقة في الله، ولا دايما أقل حاجة توترني وتوترب وأقلق من بكرة، في غلا، في وباء، في حرب، في زلزال. طيب ما هي دي موجودة، هل أنا ساعتها بتوتر، ولا أنا مسلم أمري لله واثق أن الله في حياتي، وحتى لو شيء أصابني فلتكن إرادة الله؟ يعني إحنا مسلمين حياتنا ربنا، ده الثقة. وبعدين في نفس الوقت هل أنا ذهني فيه معلومات متيقن منها، ولا سايب الملعب من غير حارس مرمى، والشيطان يبعت لي فكرة إلحاد، وفكرة تشكيك في الكتاب المقدس، فكرة تشكيك في لاهوت المسيح، فكرة مش عارف إيه، والعقل عمال يستوعب أي فكرة ومش بيميز. لازم يكون عندنا الحاجتين: الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. بعض الناس يركزوا على أحد الجانبين، يعني يبقى سايبها على الله بس هو مش فاهم حاجة في الإيمان، ولما يجي حد يشرح يقول له أنا بتلخبط مش عايز أسمع. طب بعدين ده يجب حسب أمر الكتاب: كونوا دائما مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. انتوا فاكرين زمان لما ماري مرقس جه اسكندرية هو لوحده وصل الإيمان للنوبة؟ لم يذكر إن في التاريخ ان ماري مرقس سافر في الصعيد راح النوبة. امال ايه اللي وصل الإيمان؟ كل واحد بيتعلم ينقل. عامل زي الألحان في الكنيسة، تلاقي فيه شماش شاطر أو المعلم يجيب مجموعة من الشباب يحفظهم اللحن، وكل واحد يسلم اللحن، تلاقي الكنيسة كلها حفظت اللحن. فكل واحد فينا لازم يكون ثابت على ما تعلم وأيقن، ويبقى فاهم الإيمان. الإيمان ده مش للإكليروس، مش للإكليركية، مش معاهد لاهوت. كل واحد في الشعب لازم يعرف الإيمان بأصوله. صحيح أنا عارف إن في حاجات محتاجة متخصصين، مش لازم، يعني مش لازم كل واحد فينا يبقى عالم من علماء اللاهوت، لكن لازم يبقى فاهم. واعتقد هو ده اللي حاصل، ان كلكم فاهمين الايمان بتاعنا. مش معقول واحد مسيحي مش فاهم ثالوث، مش معقول واحد مسيحي فاهم ان احنا عندنا 3 آلهة. في حد فيكم فاهم ان احنا عندنا 3 آلهة؟ ما حصلتش. طب حد فينا مش مصدق ان الله ثالوث؟ ما حصلتش. اذا احنا ببساطة فاهمين الله واحد مثلث الاقانيم. يجي واحد يشككني بقى يقول لي لا ما دام قلت ثالوث يبقى 3 آلهة. اقول له انت اللي بتقول، احنا ما قلناش ولا بنؤمن بهذا الايمان، احنا بنؤمن بإله واحد. كونك مش قادر تفهم بقى ان الثلاثة واحد دي حاجة قضيتك انت، لكن انا فاهم. كلنا فاهمين ان الابن تجسد
ولما تجسد لم ينفصل طبعا عن الآب والروح القدس، لكن الآب لم يتجسد والروح القدس لم يتجسد، والابن بس هو اللي تجسد، هو بس اللي اتصلب، هو بس اللي مات وقام. كلنا فاهمين وعارفين ومتأكدين ان على المذبح جسد حقيقي ودم حقيقي. كلنا عارفين قيمة المعمودية. فيش واحد ربنا بيكرمه بطفل اللي أول كلمة يفكر فيها يا ابونا هنعمد امتى. كلنا فاهمين الحاجات دي. فيجب ان الإنسان يحفظ هذا الإيمان. ايه بقى أهمية حفظ هذا الإيمان اللي هو بلا رياء؟ يقول معلمنا بولس بدون إيمان لا يمكن إرضاء، لأن يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. ساعدوني في التفسير هنا. يأتي إلى الله ويؤمن أنه موجود، حاجة فيهم ثقة والتانية فيها يقين. يؤمن بأنه موجود ده إيه؟ ده يقين، أنا متأكد أن الله موجود. ويأتي إلى الله يعني إيه؟ رايح أقعد معاه، رايح أعمل معاه علاقة، أنا ابنه هقعد أتكلم معاه. يأتي إلى الله، عشان أجي إلى الله لازم أولا يكون عندي اليقين أنه موجود، وإلا أكون بضارب الهواء. معقول إحنا نقف نصلي قداس لمدة ساعتين بنكلم الهواء؟ لازم نبقى فاهمين أن الله موجود، وأنه حاضر معانا، وأنه يستجيب الصلاة، وأن في الآخر هنتناول جسد حي ودم حي، ما احناش عايشين في وهم. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء. يعني بدون إيمان دي معناها إيه؟ ده البداية. عايز نتفهم لازم يكون في بداية الإيمان. عشان كمان يقول معلمنا يهوذا في رسالته ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. ابن أنفسكم ده على الإيمان، ده اليقين، وفي نفس الوقت نصلي في الروح القدس، معناها في علاقة وفي ثقة وفي عشرة مع ربنا في الروح القدس. هذا الإيمان له قوة، بس بشرط يكون إيمان بلا رياء، اللي هو موضوعنا. إيه قوة الإيمان؟ سيد المسيح قال لهم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، اللي هو مسيح لعنة التين، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. طبعا احنا كنيستنا القبطية تفتخر على كل العالم ان جدودنا لما صلوا كريا ليسون عملوا ايه؟ نالوا الجبل. بس خلي بالكم، هل دي معناها فعلا ان احنا ممكن ننقل الجبال بالمنظر ده؟ يعني هل ربنا مكلف المسيحيين يغيروا الخريطة كل شويتين ينقلوا جبل وطلبة يتبرجلوا في الجغرافيا؟ اكيد مش قصده كده، لان ربنا لما خلق الكرة الارضية بالبحار والجبال ليها حكمة وليها توازن. لكن الأقباط نقلوا جبل المقطم بسبب التحدي. احنا مش غاويين يعني نعمل كده. طب امال ربنا يقصد ايه بالجبال؟ ايه رأيكم؟ الصعوبات. يعني لما يكون عندك مشكلة زي جبل يجب ان يكون عندك ايمان هتنزاح. لا انسى البابا شنودة واحنا في يوم النهارده، مرة كانت مشكلة كبيرة جدا كلكم عارفينها يعني، وهيجان ومظاهرات حوالين الكاتدرائية وعايزين يكسروا الدنيا، ووقفنا حواليه كده سيدنا، هو قاعد بقى بيحكي عادي ولا كأني في حاجة. وبعدين واحد قال له يا سيدنا أنا نفسي أعرف اللي بيدور في دماغك ده. قال له عايز أقول لك حاجة، عمرك شفت ضيقة تستمر للأبد؟ قال له لا. قال له خلاص مصيرها تنتهي. الثقة ان ربنا بيدخل وبيحل المشاكل. ياما قال لك ياما دق على الراس طبول، فيعني ما تهتزوش ما تضطربوش، ويبقى مشكلة قد الجبل وتلاقيها ايه دابت زي الشمع قدام النار. ابائنا الكهنة مجربين حكاية ان انا ادخل على المذبح اصرخ له على ما اخلص القداس يكون المشكلة اتفكت بعد ما كانت مكلكعة، لان احنا ما عندناش قدرة نحل مشاكل الناس، لكن الله قادر. فبنلجأ ليه نقول له يا رب الناس رامي علينا حملها واحنا مش قد كده. يقول انا اقدر اساعدك. عشان كده يجب ان يكون لنا هذا الايمان، دي قوة الايمان. وطبعا هذا الايمان يجب ان يكون بلا رياء. عشان كده ندخل بقى منها، احنا عرفنا الايمان هو ايه،
كيف يكون بقى الإيمان مستقيما؟ هقرأ لكم عبارة مشهورة جدا قالها القديس أثناسيوس الرسولي في كتاب اسمه الرسائل عن الروح القدس، الرسالة الأولى الفقرة 28. وأنا أحب أن أنتوا تحفظوا العبارة دي، على الأقل الجزء الوسطاني هقول لكم عليه. بيقول: دعونا ننظر إلى تقليد الكنيسة الجامعة وتعليمها وإيمانها. من أول هنا نحفظه: الذي هو من، والذي أعطاه، وكرز به، وحفظه. كده الأربع كلمات دول نحفظها. أنا هشيل السلايد وتقولوا لي إيه الأربع حاجات. من البداية: وضعه الرب، كرز به الرسل، حفظه الآباء. هو من البداية. يعني إيه من البداية؟ كل حاجة في كنيستنا، وإحنا حقيقة ممنونين لهذه الكنيسة العظيمة اللي حفظت الإيمان. كل اللي فيها من البداية. يعني الكهنوت من البداية، الإفخارستيا من البداية، المعمودية من البداية، الصلاة من البداية، الصوم من البداية، التسبيح من البداية، الإجبية من البداية. إيه في الكنيسة وجه في قرون متأخرة إلا النظم التدبيرية. ممكن نعمل حاجة تدبيرية، حد اخترع لنا طريقة لتدبير الأمور أو تنظيم الخدمة، دي حاجة كويسة. لكن الإيمان هنا قال التقليد والتعليم والإيمان موجود من البداية. مين مصدره؟ الرب. وبعدين الرسل عملوا إيه؟ هل اخترعوا؟ عارفين لو اخترعوا كان يحصل إيه؟ الإيمان اللي بيعلم به بولس غير بطرس غير اندراوس غير توما. ما كل واحد هيخترع، لكن هم كانوا أمناء. ونقول في اسمة الرسل: ملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية. قولوا الثلاث كلمات: معرفة وفهم حكمة روحية. هم أساسا كانوا يسامحوني ويحلوني آباء الرسل كانوا بلاطة. دول ناس غلابة، رجال ضعفاء. ايه الثقافة بتاعت صيادين سمك؟ ازاي يأسسوا كنيسة عايشة على 2000 سنة ومنتشرة في العالم كله؟ ايه القوة دي؟ لو كانوا فلاسفة كنا قلنا بقوة الفلسفة والحكمة، لكن ذات نفس الفلاسفة انهزموا قدام الرسل. النهاردة اللي عايش المسيحية ولا الفلسفة؟ مسيحية. طب اللي عملوها كانوا ناس بسطاء، بس ما كانت الميزة انهم كانوا أمنا. محدش اخترع حاجة، محدش فتى، نقلوا ما قاله المسيح، لأنه هو قال لهم: علموهم جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم. وبعدين قال لهم: أبعت لكم الروح القدس يعمل إيه؟ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ده اللي خلانا مطمنين إن محدش قال حاجة من عنده. ولما اختلفوا في يوم من الأيام حول قضية التهود عملوا إيه؟ مجمع، نقعد ونتفق. ولما اتفقوا قالوا: إحنا رأينا كده، ولا قالوا إيه؟ رأى الروح القدس ونحن. وده اللي خلى كنيسة إن هي مقودة بالروح القدس مش بالناس. الرسل كرزوا بالإيمان. طب الآباء طول التاريخ عملوا إيه؟ حفظوا. الحفظ مش بمعنى البغبغان، لكن بمعنى إيه؟ اللي إحنا استلمناه فاهمينه عايشين فيه وهنسلمه. قيمة الأب في الكنيسة تقاس بقد إيه حفظ الإيمان، مش قد إيه اخترع. قد إيه نقل لنا الإيمان صح. زي قيمة المعلم بتاع الكنيسة، إن هو بيألف ألحان ولا بيسلم ألحان. طب لو سلم لحن وفيه عيب هتلاقي كل الكنيسة مشيت وراه. لما يجي حد بقى يصلي معانا في مؤتمر يقول: اللحن ده أنا مش مستلمه كده، بس كل الشباب موجودين في أبو تلات جنبكم هنا من أسوان إلى بورسعيد لإسكندرية كلهم بيقولوا بلحن واحد، وهو اللي مختلف. يبقى مين صح؟ طبعا ده اختلفت. عشان كده قيمة المعلم إنه يسلم اللحن كما هو، ما يجودش. أول ما يجود عمل له إيه؟ بوظه. بيلمعه راح مبوظه. عشان كده حفظه الآباء. قبل ما أكمل بقى، تعتبروا نفسكم أبناء ولا آباء؟ الاثنين، برافو. أبناء لمين؟ للي علمونا. وآباء لمين؟ للي بنعلمهم. فكلمة حفظه الآباء تنطبق عليكم. لازم إيمانك يكون بلا رياء. احفظ الإيمان كما حفظه الآباء. احنا زي ما ماري مرقس قال لغاية النهاردة عايشين.
بص بقى بقية كلام خطير، بيقولوا على هذا الأساس تأسست الكنيسة، أساس الإيمان، ومن يسقط منه، ده حكم أثناسيوس بقى، فلن يكون مسيحيا ولا ينبغي أن يدعى كذلك فيما بعد. مش الكلمة دي قاسية شوية يا ابونا أثناسيوس؟ يقول لا، ما هقول لك أنا، هو احنا مسيحيين ليه؟ ليه؟ تبع المسيح. طب لو واحد قال للمسيح استنى انت مش فاهم حاجة وانا هقول لك حاجة احسن من اللي انت قلتها، يبقى مش مسيحي. هو هنا رتبها على بعضها. الإيمان من البداية أعطاه الرب، كرز به الرسل، حفظه الآباء. وطيب اللي يسقط من دوت يبقى مسيحي. عشان كده هل يوجد في تاريخ الكنيسة ناس اسمهم الأثناسيوسيين؟ هل يوجد ناس اسمهم الأريوسيين؟ هل يوجد ناس اسمهم النساطرة؟ هل يوجد ناس اسمهم الكيرلسيين؟ اشمعنى بقى؟ لأن أثناسيوس وكيرلس علموا تعليم المسيح، فاللي وراهم اسمهم مسيحيين. أريوس علم تعليم تاني، فاللي حواليه اسمهم أريوسيين. واخدين بالكم؟ لغاية النهاردة احنا ما يصحش نعمل لأنفسنا جروبس تبقى ماشية على مزاجي وعلى رأيي، لكن نبقى في الكنيسة كلنا مع بعض. ينبغي ان الإنسان يبص في العبارة اللي قالها أثناسيوس دي ويعتبرها قانون لحياته. وراه على طول القديس كيرلس الكبير بيقول بنعمة مخلصنا كنت دائما أرثوذكسيا وتربيت أيضا على يدي أب أرثوذكسي. دي قالها في الرسالة رقم 33 الفقرة 9. مين يعرف مين هو بيقصد مين الأب الأرثوذكسي؟ لا، هو كان بينه وبين أثناسيوس 100 سنة ما شافوش بالعين. أثناسيوس البابا رقم كام؟ وهو البابا كيرلس كام؟ 24. ما بينهم 100 سنة. فمين الأب الأرثوذكسي اللي تلمذ عليه كيرلس؟ لا ده مشهور معروف، بابا توفيلس اللي هو رقم كام؟ 23. وكان يقرب لكيرلس الكبير انه ايه؟ خاله. يعني اخت كيرلس الكبير، اخت البابا توفيلس لما خلفت طفل قالت له خد ربيه، فتربى على يدي اب ارثوذكسي. طالع فخور، انا استلمت من اب ارثوذكسي وعشت دايما ارثوذكسي. لذلك لما حضر مجمع قال لهم خلي بالكم، احنا دلوقتي مش في فرصة تغيير الفكر ونصبح راغبين في التمسك بالعقائد الصحيحة. انا مش جاي عشان اقول انا كنت غلط يلا نصلحها ونمشي صح. قال لا، نحن قد نشأنا في العقائد الصحيحة والرسولية التي للكنيسة. احنا مش جايين دلوقتي نصحح نفسنا، احنا جايين نعلن ايماننا. لما حضر المجمع قال انا مش جاي اصحح الفكر بتاعي، قد اكون غلط. لا، ما عندناش قد اكون غلط، ده انا متيقن مما تعلمت. نشأنا في العقائد الصحيحة والرسولية التي للكنيسة. عشان كده يقول يهوذا في رسالته: أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك. الخلاص المشترك يعني اللي كلنا مشتركين في نواله. اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. يعني مرة؟ هي حاجة واحدة اللي قال عنها بولس الرسول، والكنيسة حطتها لنا كل يوم في باكر: رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. دي فين دي؟ أفسس كام؟ 4. بصوا في أفسس 4 نفس الإصحاح، النص ده مهم. بيقول هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. في تنوع هنا في في الإيمان، في مواهب. إيه الهدف من التنوع؟ قال لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى. يبقى الإيمان بالذات ما فيهوش تعدد، ولو عايز أتعدد في الإيمان هيبقى فيه رياء، لأن هاجي الواحد مختلف معايا في الإيمان ويقول احنا كلنا واحد وحلوين زي الفل، يعني يبقى ده رياء. لكن لما أقول له لا احنا مختلفين في الحتة دي، يبقى أنا صريح في الإيمان، بدون عداوة، بدون زعل، بدون خناقة، بدون خصومة، بدون ازدراء. ما أقولوش أنت كافر هتروح جهنم،
لكن اقول له انا مش متفق معاك في الحتات ده، عشان ننتهي جميعنا الى وحدانية الايمان. هتكون النتيجة ايه اللي بعدها؟ ايه؟ معرفة ابن الله. عارفين ليه بقى دي على دي؟ لان لو الايمانيات متعددة، لما يجي واحد غريب واقول له تعالى اعرف المسيحية، يقول لي طب انا يعني رسيني على بر، هعرفها بطريقتك ولا بطريقة فلان ولا بطريقة علان؟ هيتوهوا. لكن لما اقول له انا وفلان وعلان كلنا بنقول نفس الايمان، هيفهم. فوحدانية الايمان تعرف الناس ابن الله الى انسان كامل الى قياس قامة المسيح. يكمل بولس الرسول: طب افرض ما حصلش كده، افرض انا ما التزمتش بوحدانية الايمان، هيبقى بقى الرياء. هنكون زي اطفال مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. خدي بالكم، مع انه بيقول لي ان لم ترجعوا تصيروا مثل الاطفال مش هتدخلوا السماء. ده قال لا، اوعى تكون زي الاطفال في الفكر. بولس الرسول قالها في مرة تاني، قال لا نكون اولادا في الذهن لكن نكون اولاد في شر، اما من جهة الذهن فكونوا كاملين. الانسان اللي هو مضطرب ومحمول بكل ريح تعليم بحيلة الناس، يعني في ناس مكارة تلاقي بالاسلوب الناعم وبالطريقة الكاريزما والكلام المقنع بمكر الى مكيدة الضلال. لو انا مش ثابت في الايمان، ارجوكم يا شعب المسيح تنتبهوا لهذا، لان النهارده القنوات الفضائية فيها كل اشياء يعني، وهو باسم المسيح وكلام بيفتح كتاب مقدس ويشرح. لازم نبقى فاهمين ايماننا، وإلا هنبقى أطفال مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال. أمال نعمل إيه؟ الصادقين في المحبة. يعني إيه صادقين في المحبة؟ يعني أنا بحبك بس بقول لك أنت غلطان، ما أنا صادق، بدون اصطدام، بدون ما زعل اللي قدامي، بس كمان ما فيش رياء. إيمان بلا رياء. ما أنا لو وافقتك على فكرة غلط أبقى أنا بضحك عليك. وهل يليق ان انا في وشك اقول لك انت رائع ومن وراك اقول لا ده هو غلطان؟ صادقين في المحبة. نتيجة كده ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس، كلنا مع بعض لرأس واحد اللي هو المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا، لاننا ايمان واحد. شوفوا الايمان الواحد يأثر في المعرفة والعلاقة مع المسيح، عشان كده فعلا يبقى ايمان بغير رياء. تعبير قاله بولس الرسول تاخدوا بالكم منه، قال لأن بعضنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. قولوا الثلاث كلمات دول هضيعهم اهو. الأولانية إيه؟ لا ضلال ولا دنس ولا بمكر. إيه الفرق بين الثلاثة؟ إيه الفرق بين الضلال والدنس والمكر في التعليم؟ الضلال معناها واحد مش عارف وبيقول ضلالي، بس ده في الحقيقة هين، لأن لما نيجي نقول له أخ فلان أنت النهاردة قلت كلام غلط، وشه يحمر ويقول لك طب قول لي الصح وداروا عليا أحسن على إنه ما بفهمش حاجة. قابل للتعليم اللي هو ضلالي ده. التاني الدنس هو إنسان عارف إن الإيمان بتاعه الكنيسة مش موافقة عليه، بس هو مقتنع بيه وبيعلم بيه بوضوح. زي مين؟ أريوس. عشان كده كلمة الدنس كان يعتبر التعليم النجس الذي للأريوسيين. ده غير قابل للإصلاح لأنه هو مقتنع باللي في دماغه، والحوار معاه ممل جدا. هو مقتنع باللي في دماغه. أريوس وقف قدام مجمع 318 أسقف بيقولوا له أنت غلطان، يقول لهم لا أنتوا الغلطانين، وانتهى المجمع بحرمه لأنه ما اقتنعش. ما هو لو اقتنع كان ينتهي المجمع نهاية سعيدة جدا. يقول لك أخيرا أريوس اقتنع بإيمان الكنيسة ووقع عليه وانتهت القصة. لكن هو اتحرم ليه؟ لأن 318 أسقف من عتاولة الأساقفة بتوع زمان بقى، الناس اللي هي كده يعني مش مقتنع بيهم. وبعد ما طلع من المجمع قعد يقول للناس أنا اتظلمت، المجمع ظلمني، ما ادانيش فرصة، بدليل ان هو تسبب في نفي البابا اثناسيوس 5 مرات.
لأنه يوصل للإمبراطور بمنتهى الدهاء ويقنعه إن أثناسيوس هو اللي عامل توتر في الكنيسة ويسبب اضطراب في المملكة. إيه الجبروت ده؟ ده النوع الدنس. التالت بقى اللي هو المكار، ده إيه أنهي نوع؟ يقول لك أنا لو قلت الكلام ده هيحاكموني، فيقولوا بطريقة إيه؟ ما تقدرش تمسكه، زي بقي. مين أخطرهم؟ المكار، لأن هو ناعم ولطيف ومبتسم وحبوب وكاريزما، والناس تلتف حواليه وتحبه. ولما تيجي الكنيسة تقول ده بيقول غلط، يقول بقى كل ما يطلع لنا واحد حلو تضطهدوه وتعكسوه وتحسدوه ويسبب إزعاج في الكنيسة. يمكن صاحب التعليم الدنس واضح، لكن ده مكار. فالضلالي متعب لكنه قابل للإصلاح، الدنس متعب لكنه غير قابل للإصلاح، والمكار متعب لكنك ما تقدرش تمسكه. ايه عكس الثلاث كلمات؟ بدل الضلال يبقى فيه ايه؟ معرفة، صح؟ طب بدل الدنس نقاوة. طب بدل المكر الوضوح اللي هي بلا رياء. انت ليه بتمكر؟ هل المسيح في يوم من الايام مكر على الناس قال لهم كلام ما كانش يقصده؟ ده لما قيافة بيحاكمه بيقول لنا ايه؟ بيقول له ايه بقى؟ بيكتب محضر، قول لنا تلاميذك وتعليمك. المسيح قال له كنت كل يوم في الهيكل أعلم، لم أتكلم في الخفاء. تعليم المسيح واضح. أبائنا الرسل لو كانوا بيمكروا كانوا يتجنبوا الاستشهاد. يقف قدام الوالي يقول له يعني احنا بنحبك وبنحب المسيح وبنحب الإله بتاعك والدنيا تعدي بقى. لكن لما يقف يقول له لا طبعا ما فيش غير المسيح. طب هموتك يا عم، أنا جاهز للموت. ما تخليك حكيم وتعديها، لا، ما في الحكمة ان انا انكر الايمان. بدل الضلال المعرفة. اي واحد انت بتعلم ابنك في البيت او بنت او ابنك في البيت لازم يكون عندنا معرفة. هنعلمه حاجة ضلالية ما يصحش. وبقى دائم التعلم، مفيش حد فينا يقف. كل يوم بنقرأ جديد ونتعلم جديد، بس في نفس الإيمان، مش بنكتشف إيمانيات جديدة لكن نفهم أكتر في إيماننا. احنا قلنا سر لا ينتهي الإنسان من فهمه. أما صاحب التعليم الدنس ده نتجنبه ونبعده. والمكار يجب أن يكون ياخد باله إن مفروض يكون مستقيم في الرأي. عشان كده قال إيه؟ وعظانا ما فيش ضلال، لأنه بولس الرسول عارف ولا دنس، لأنه هو أخذ إيمان من ينابيع نقية من المسيح نفسه، وما استخدمش مكر، لأن ما فيش حاجة في الدنيا تجبره أن يمكر. أنا مستعد، قال مستعد أن أسلم. يعني لما بكوا عليه وقالوا له ما تروحش أورشليم، قال لهم أنا مش بس أربط، مستعد أموت. فإحنا مش فارقة معانا. عشان كده يقول كما استحسنا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم. هيسبب لك مشاكل يا بولس. يقول لأننا موضوعون لهذا، احنا محطوطين عشان يضطهدونا. لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا، فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع، الله شاهد. ده نموذج للخادم الأمين، لا ضلال ولا دنس ولا مكر، لكن زي ما ربنا عايز احنا بنقول. وهدفي مش أرضي الناس لكن أرضي الله الذي يختبر قلوبنا. وعلى فكرة لما بترضي ربنا هتلاقي في الآخر الناس إيه؟ اتبسطت. ليه؟ لأن لما يلاقوا واحد بيتلون كل يوم والتاني برأي ويلحس الكلام اللي قاله قبل كده ويغير رأيه، طب احنا هنمشي ورا رأيك السنة دي ولا السنة اللي فاتت. لكن لما يلاقوك ثابت على مبدأك يفتخروا بيك ويحسوا ان هم اتربوا تربية مظبوطة. وحتى لو واحد النهاردة مش مستوعبك بكرة يقول لا كان معاه حق، الراجل ده بيتكلم بثقة لأنه متأكد من اللي بيقوله. لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون. نفس اللي قاله بولس يقوله بطرس، لم نتبع خرافات مصنعة. مفيش عندنا إيمان برياء. عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته. طبعا هو اتكلم هنا عن ايه؟ التجلي.
شاف مجد المسيح على الجبل. وبولس الرسول زعل جدا من أهل غلاطيا، قال لهم إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. خلي بالكم، تنتقلون إلى إنجيل آخر، بس دعاكم بنعمة المسيح مش لإنجيل آخر، هم دعاكم بنعمة المسيح للإنجيل. فأنا متعجب إزاي تنتقلون سريعا إلى إنجيل آخر، ليس هو آخر، لأن ما فيش إنجيل تاني، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن إيه؟ يعني أناثيما، محروم. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم ليكن أناثيما. ممكن يتقال على بولس الرسول أنت متشدد، أنت متعصب، أنت شديد قوي، لازم تنفتح، لازم تقبل الناس، لازم تلين شوية، الدنيا مش كده. يقول لا، أستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. أدي إيمان بلا رياء. راجل جبار بأس، أسس كنائس في كل أوروبا، وكتب لنا أكتر من نص العهد الجديد. العهد الجديد كم سفر؟ 27. بولس كتب كام؟ يبقى هو النص وزيادة. هذا الرجل العملاق. عشان كده يقول إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان، إيمان بلا رياء، ويقول إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك. أبائنا الرسل يوم ما بطرس ويوحنا طلعوا الهيكل في وقت صلاة الساعة 9، وكان في راجل أعرج من بطن أمه جالس على باب الهيكل اللي اسمه الجميل، وتم شفاؤه، والدنيا كلها اتلفت حوالين بطرس ويوحنا وسمعوا الكلام عن المسيح وبدأ يأمنوا. رؤساء الكهنة والمسؤولين عن الهيكل جابوهم، دعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. إيه كلام بطرس؟ قال رئيس الكهنة إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا. عايزنا أسمع لك يعني ما اسمعش ربنا؟ أحكم، لأن نحن لا يمكن أن لا نتكلم برأينا وسمعنا. طب هنموتكم، موتونا. إيمان بلا رياء. أجاب بولس ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي؟ مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. هذا الإيمان بلا رياء، إن أنا مستعد أتحمل ضريبة هذا الإيمان. الاضطهاد أهلا وسهلا. الآباء الرسل لو كان عندهم نوع من المرونة في الإيمان ورياء ويمشي مع كل تيار، كان على الأقل منهم جزء ما يموتش بالاستشهاد، يعيشوا ويقضوا وقتهم يعني. لكن لما تسمع عن 12 و70 وبولس كلهم نالوا أكليل الشهادة باستثناء مين؟ يوحنا. طب ليه ده هرب يعني؟ بالعكس، هو تعرض للاضطهاد ونفي إلى جزيرة بطمس، لكن ربنا هو اللي سمح إنه يعيش فترة طويلة عشان يلضم الجيل الأول بالجيل الثاني ويبقى شاهد. تخيلوا كده، واحد كان شايف المسيح وأجيال اتولدت بعد كده، لما يشوف يوحنا ده يبقى ايه احساسهم بقى؟ يوحنا ده انت شفت المسيح وقعدت معاه وحطيت راسك على صدره. فكان هو شاهد للجيل اللي بعده. لكن كلهم نالوا اكليل الشهاده لانهم كان عندهم ايمان بلا رياء. من ضمن الايمان بلا رياء الحقيقه بتاعت الخلاص بالايمان بالمسيح. النهارده في ناس بتقول من المسيحيين ان غير المؤمنين ممكن يخلصوا. يعني واحد مش مؤمن بالمسيح بس راجل طيب وحلو مش عارف ايه يدخل السماء. لما اجي اقول لهم لا يبقى انا متعصب متشدد ووحش، فعشان ما بقاش كده نليمها ونعديها ونقول ما جراش حاجه، ربنا ليه سكك وهيدخل الناس السماء. تعالوا اسمعوا قول الانجيل. دي مشهوره الايه دي، هكذا حتى بدل ابنه لكي لا يهلك مين؟ اللي يؤمن تكون له الحياة الأبدية. طب اللي ما يؤمنش؟ ليس بأحد غيره الخلاص. دي القاعدة اللي قالوها الرسل في سفر الأعمال
اللي كانت خلتهم سخنين ان هم يكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. عارفين عزيمتنا للكرازة هبطانة ليه؟ لاننا بقينا طيبين اكتر من الرسل، وبنقول يعني مش معقول ربنا هيدخل الناس دي جهنم، يعني ليه سكك تانية، فاحسن حاجة ادخل وانام لان ربنا ليه سكك تانية. الرسل ما كانوش بيناموا لانهم عارفين المسؤولية عليهم بنشر الانجيل. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين. ده الايمان بلا رياء، لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه الدينونة ان النور اللي هو المسيح جاء للعالم وحب الناس الظلم اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. الإيمان بلا رياء إن أنت تبقى عارف هذه الحقيقة وتسعى سعيا حثيثا إن الناس تعرف المسيح، مش إن أنا أقول لا كله حلو كويس وأرائي الناس بخداع. مش معقول ألاقي واحد ماشي في سكة هيقع في فخ وأكون بحبه وما انقذهوش من الفخ، ويقول مش عايز أخده، مش عايز تخده، طب ما هيقع في حفرة. نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. إذن الإيمان بالمسيح هو الذي يعطي البر. مش بس الإيمان بالمسيح، لكن كمان في قضية الإيمان والأعمال. مش في ناس يقولوا بالإيمان فقط، أنا ممكن أجاريهم أقول لهم كله كويس، ما هو بس طالما بنقرأ من الإنجيل يبقى حلوين، طالما التزمنا بقانون الإيمان، قانون الإيمان ما جابش سيرة الإيمان والأعمال، وأرائي الناس وأجاملهم. إيمان بلا رياء أقول له لأ، الكتاب بيقول غير كده. الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرن إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، إيه يعني حسنا تفعل، الشياطين يؤمنون ويقشعرون. بس مشكلة الشيطان الإيمان بتاعه عامل بالمحبة، وهل هو إيمان؟ ليه؟ لأن كمان الكتاب استخدم كلمة الشياطين يؤمنون. يعني كان ممكن يقول إيه، الشيطان عارف إن الله موجود، وعارف إن الله واحد، وعارف إن الابن تجسد، ولو امتحناه إكليريكية يطلع الأول على الدفعة، لأن هو فاهم كل حاجة. كنا ممكن نستخدم كلمة الشياطين يعرفوا لكن مش مؤمنين. هنا الكتاب قال لا، الشياطين يؤمنون ويقشعرون، لأن إيمانهم ده عقيم ما فيهوش أعمال. ده الشيطان عدو الخير، عدو الخير. فلو واحد قاعد عارف الإيمان لكنه مش بيعمل أعمال صالحة، يبقى من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل تبقى خطية. هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ جاب لنا مثل، ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. يعني عايز أقول ما أقدرش أفرقهم عن بعض. بولس استخدم كلمة الإيمان العامل بالمحبة. فتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. إيه بعد كده؟ يعني يعقوب يقول إيه تاني عشان الناس تصدق إن لازم في أعمال؟ لما يطلع لي واحد يقول لي لا 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 الأعمال دي حاجة ملهاش لازم، أقول له طيب ده الكلام اللي قاله أثناسيوس ده احنا من بداية المسيحية النص ده موجود، ومن فم الرب كرز به الرسل وحفظه الآباء. ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ لما يجي لك واحد بإيمان جديد تقول له ايه السبب؟ يعني ايه اللي جد علينا عشان نخرج من إيماننا وندور على حاجة جديدة؟ آخر حاجة هقولها عشان بقى يعني عطلتكم. الإيمان يجب أن يكون معه حمل صليب. وطبعا احنا بكرة عشية عيد الصليب، وأبونا بشوي حبيب الصليب بماي ستافروس، مش كده؟ وكلنا بنحب الصليب، بس الصليب مش مجرد العلامة لكن له معنى.
لما بولس الرسول مع المسيح صلبت يقصد ايه؟ نفسي حد يطمني يعني ايه مع المسيح صلبت؟ يعني يوم المسيح متعلق على الصليب بولس الرسول كان جواه؟ ايه رأيكم؟ بالمعمودية. طيب يوم المسيح اتصلب بولس كان جواه؟ ازاي؟ عشاننا، صلب عشاننا، بس ما كانش بولس لسه جواه. لو كان بولس جواه ما كانش هيحتاج بولس يتعمد، لان المعمودية هي ايه؟ موت وقيامة. طب هيبقى مات خلاص مع المسيح. وهو ساعة ما المسيح اتصلب بولس كان اسمه بولس؟ كان اسمه ايه؟ شاول. فالمسيح صلب وحده، دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد. طب هو داس المعصرة عشان خاطره ولا عشان خاطرنا؟ خاطرنا احنا بس ولا كل البشر؟ هل كل البشر استفادوا باللي عمله المسيح؟ مين اللي استفادوا؟ أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لما حد يقول لك ساعة ما المسيح اتصلب كنا كلنا جواه، تقول له بحجة ايه؟ أنا ساعة ما المسيح اتصلب ما كنتش ليا وجود أصلا، لأن ما أقدرش أقول أنا كنت موجود قبل ما اتولد من أبويا وأمي. الوحيد اللي يقدر يقولها مين؟ المسيح. قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وبنستخدم القول اللي قاله ربنا يسوع المسيح علامة على إيه؟ أزليته. أقدر أنا أقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وإن يوم المسيح اتصلب كنت أنا هناك، والمسيح لما اتولد في بيت لحم أنا اتولدت معاه. ده إيه الجنان ده؟ ده جنان. لكن المسيح اتولد لوحده بجسد اسمه جسده الخاص اللي واخده من العذراء مريم، وعاش بار لوحده ما فيهوش خطية، ومات وحده وقام وحده، فتح لنا الباب ندخل جواه. كل اللي عمله المسيح يبقى لينا لما ندخل فيه. ندخل فيه بإيه؟ الإيمان والمعمودية والإفخارستيا. ولو كنا في المسيح ساعة ما اتصلب يبقى الأسرار دي ملهاش لازمة، احنا كنا فيه، صلبنا معاه، ويبقى المسيح ما ماتش نيابة عنا ولا عوضا عنا زي ما قالوا الآباء، ولا قانون الإيمان لما قال لك صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. عنا ازاي؟ ده احنا كنا معاه. عنا ازاي؟ ما احنا كنا مع بعض. انت اتصلبت واحنا اتصلبت. فبولس الرسول لما قال مع المسيح صلبت معناها يوم المعمودية. عشان كده قال فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. وهذا الصليب اللي بيقول عنه مع المسيح صلبت قالوا مرة تاني في روميا من سيفصلنا عن محبة المسيح. وده الإيمان بقى الذي بلا رياء، مش مجرد عقائد بندافع عنها ونتمسك بيها ونتشنج عليها، لا، محبة. من سيفصلنا، هو ده الصليب اللي شاله بولس كل العمر. أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. نمات كل النهار هو ده الصلب مع المسيح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإن متأكد متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. الإنسان اللي هو عنده إيمان بلا رياء يبقى شايل الصليب مع المسيح بحب، بفرح، بفخر. اتصلب مع المسيح يوم المعمودية وظل شايل الصليب طول العمر عشان يتمتع بالقيامة لما نقوم في اليوم الأخير، زي ما المسيح قال وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أرجو أن يكون لنا الإيمان الذي بلا رياء من ناحية إن احنا لينا علاقة حقيقية مع الله. خلي بالكم لأن ممكن أنا أقع في تجربة، خلي بالكم معايا، إني أبان قدام الناس إني قديس. ده إيمان بلا رياء، بمثل على الناس. طب وأنا استفدت إيه؟ هل ربنا في اليوم الأخير هياخد رأي الناس فينا واللي يجيب أصوات أكتر يدخله؟ هل رأي الناس هيفرق على أبديتي؟ لماذا نهتم جدا بإرضاء الناس وباطني من الداخل مليان بالفساد؟ ليه أبان قدام الناس إن أنا رجل صلاة ومخدعي ما بيشوفنيش؟
ليه الناس الغريبة شايفة ان انا انسان صالح واهل بيتي شايفين ان انا قاسي ومتعب؟ ليه تبقى خادم في الكنيسة مش عارف تخدم بيتك؟ ما هو ده الايمان اللي فيه رياء، ان انا قدام الناس حاجة وفي اعماقي حاجة تانية. ونمرة 2 ده من جهة علاقتي مع الله. ونمرة 2 ده مجاملة في الإيمان، حقائق الإيمان اللي استلمناها من أبائنا نفهمها ونحافظ عليها ونعيش بيها، ولا نتنازل عن حرف واحد أو نقطة واحدة في إيماننا الأقدس. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.